تعرف ايه اكتر حاجه تزعلك كمشجع للنادي الاهلي؟ ان مصدر السعاده الوحيد لكل الاهلاويه و90% من المصريين مش واقف على رجله. بس حابب ابشرك ان شاء الله القادم افضل. ياسين منصور المحترم بيحاول يخلص لنا في اتنين لعيبه من العيار الثقيل. بيحاول يلينوا دماغ محمد عبد المنعم، ان شاء الله يعود قريبا يظبط دفاع النادي الاهلي، وكذلك وسام ابو علي اللي بنسبه 99% راجع للنادي الاهلي. وده لان وسام ابو علي كان موجود في القاهره، موجود في تشطيبات الفيلا بتاعته، بيشطب فيلته التابعه شركات ياسين منصور. دي شركه تابعه ياسين منصور ملكه. وسام ابو علي شهري من الشركه دي. انت عايز إيه اكتر من كده؟ ده ممكن تكون هديه اصلا، هديه ومقدم العوده للنادي الاهلي مره اخرى. ووسام لمح، تحس ان هو بيلمح لده. فتخيل محمد عبد المنعم ورا في الدفاع، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، وقدام وسام ابو علي. اللي يجي بقى بعد كده. اللاعب ده قدام بيعمل لك مدافع، كرات ثابته شغال، كرات بالراس. بص، هيسجل لك بربع فرصه. انت مش عايز حاجه تانية. ما تفكرش في الجناحات، ما تفكرش في نص الملعب، فكر في الاثنين دول بالذات. عشان كده عايز اقول لك ان القادم ان شاء الله افضل مع الكابتن ياسين منصور.